أغنية ألف ليلة وليلة للست أم كلثوم طلع راجل عبر عن إعجابه للست وقال، وفضلت الجملة دي علامة مميزة في الأغنية. ليه بقى؟ لأن الحفلة دي كانت بتتصور واتعمل منها اسطوانات وكاسيت وعايشة معانا لحد النهاردة. مين بقى الراجل اللي قال الجملة دي؟ تعال اما أقولك. مساء الفل يا حلوين. كان في واحد اسمه سعيد الطحان من جمهور ام كلثوم، بس مش من الجمهور عادي كده، لا ده كان مجنون بام كلثوم. سعيد الطحان تاجر مصري، تاجر قطن، وكان عنده مزارع ومطاحن، فلوس وذهب وياقوت ومرجان، وكان مهووس بام كلثوم وكان بيحضر كل حفلاتها. تغني في مصر وراها، تغني في دولة عربية وراها، تغني في باريس برضه وراها، وفضل على كده لحد فلوسه ما خلصت وما بقاش معاه تمن التذاكر بتاعت حفلات ام كلثوم. الراجل لقى نفسه مش عارف يحضر حفلات الست، اتقهر ومرد. المهم بيقول لك ان ام كلثوم لاحظت ان الراجل ده مش بيحضر الحفلات زي عادة، فسالت عليه وعرفت ان هو عيان ومفلس بسبب حضوره المستمر لحفلاتها. المهم بيقول لك ان ام كلثوم طلبت انها تزوره، وفعلا راحت وزارته في بيته واشترت قطعه ارض من الاراضي اللي هو كان بيعها ورجعتها له تاني، واشترت له راديو عشان يسمعها ويشوف شغله بدل ما هو داير وراها في كل الحفلات. على فكره الراجل ده كمان هو اللي قال للست في حفله من الحفلات، تاني والنبي يا ست ده انا جايلك من طنطا، دي طنطا وانا احب اعيش اونطا. وطبعا طنطا اجدع ناس. بيقول لك ام كلثوم ضحكت وبصت له وغنت الكوبليه تاني وقالت، إلا عيونك انت. بيقول لك الراجل سمع الجمله وسورة، والست هي بنفسها نزلت فوقته. وبيقول لك بقى ايوه خلي بالك اني كل شويه بقول بيقول لك، يعني ده مش كلامي انا كنت لسه ما اتولدتش يا استاذ، انا قريته وعجبني وقلت احكوا لكم بس بطريقتي. وعلى فكره دي حلقات صغيره، لكن استنوني كل اول شهر بحلقه فنيه طويله. ما تنساش بقى تشترك في القناه عشان تشوف الحلقات اللي جايه، وبقى اتفرج على الحلقات اللي فاتت. سلام يا حلوين.